جولات من الفنون القتالية المختلطة على الوزن الخفيف المتوسط 77 كيلو. بالركن الأزرق العمر 25 سنة، الطول 1.78 متر، الأسلوب رسلينج وبوكسينج، من تاجيكستان سينو سافاروف. من الركن الأحمر العمر 28 سنة، الطول 1.80 متر، الأسلوب MMA، من الأردن حسام قشوع. لحظات ويعطي حكمنا يزن غطاس بداية النزال بين سينو سافاروف بالقفاز الأزرق وحسام قاشو بالقفاز الأحمر. أظن يا سينا يا حسام أن سينا راح يلعب على الأرض، سينو يلعب على الأرض صحيح، وخنقة الجلاتين مع حسام. حسام أغلق الجارد أو الهاف جارد يا حسام على خنقة الجلاتين. صحيح عمار، غير مؤثرة لما تكون من دون حركة إغلاق الجارد. نعم. ويقلب الطاولة. لا بعد ماسك حسام قاشو هاف جارد، وامسك ايدك الثانية يا حسام لا تتركها. لو لازم يبعد عن القفص. نعم، حتى يكون ان مجال لجسمه العلوي يمد جسمه احمد. صحيح عمار، تحتاج هي طبعا انك انت تمد رجولك اغلاق او تسكر الجارد. نعم، لزيادة الضغط طبعا على العنق عمار، وإغلاق طبعا اغلاق مجرى الدم والتنفس. لكن اظن احمد اللاعب الطاجكستاني يعني شغلتهم هذه احمد. عمار معروفين مصارعين ولاعبي سامبو ومصارعه وجودو. وحتشوف النين ذبالي يهرب اللاعب سينو سافاروف. حسام قاشو من خنقة الجلاتين. حسام الان يجب عليه انه يحاول انه ما يكون يعني يخنق الفايت احمد، يقتل الفايت حتى يقلب. حسام استخدم القفص، جميله من حسام، جميل القفص من حسام قاشو. يجب علينا ان نمسك الراس او يسدد الدفاع طبعا. هاف جارد. شوف احمد يعني وضع لاعب سينو سافاروف رجله من الهاف جارد. هذه طبعا عمار غير مؤثرة لما تمسك من داخل طبعا. الان يعني الخارج. حسام احمد يعني عنده مجال بالكوع اليمين. صحيح. انه يسدد لكمات وضربات بالكوع. نزال قوي من بدايتها، جولة حماسية. الآن حسام ايده اليسار يستخدم ايده اليسار لتثبيت وجه اللاعب سينو سافاروف. ايوه لكمات حسام. يذهب حسام مرة أخرى على خلقة الجلاتين، ولكن مشهورين اللاعبين أحمد من هذه المنطقة بالسوفلكس. دائما لاعبي المصارعة يستخدمون حركات السوبلكس طبعا في الاسقاط، لانها عمار تكون مؤثرة دائما على الخصم. طبعا مطلوب من الكابتن حسام انه يسكر الهاف جارد او يروح للفول جارد. عمار ما فيها مقلتين. الماونت الان وضعية سيئة لحسام قاشو، واذا اعطاه حلوة حسام قلب بدون ما يعطيه ظهره. حسام دقيقتين 3 دقائق مرت على الجولة الأولى، حلوة سجال بين حسام وبين سينو. يعني حسام بين أرضه وجمهوره بهذه الأجواء الجميلة، الأجواء المسائية الرائعة. أحمد رياضة الفنون القتالية المختلطة يعني أخذت وزنها وأخذت حقها. يعني تشوف أن من الرياضات الآن الأسرع انتشارا في الوطن العربي. ساعدها يعني طبعا وجود منظمة كمنظمة ديزرت فورس كبيرة، ووجود قناة عالمية كقناة MBC و MBC أكشن. يعني الديزرت فورس أكشن على الMBC أكشن. حسام يا حسام لكمات يا حسام، يعني الله حلوة لكمات. أيوة ما قاعدين نلعب احنا لعبة مصارعة أو جوجوتسو، لكمات MMA. صحيح عمار، فنون قتالية مختلطة يا حسام. من الاثنين استغلال طبعا الوضعية هذه مع لتوجيه لكمات ركلات. طبعا
حلوة دفاع قشوع للتريانجل، كان جيد أحمد. حط إيده اليمين، كوع اليمين على فخذ اللاعب سينو. 53 ثانية. هذه فيها تريانجل إذا اكتملت، لكن حسام طبعا دفاعه جيد بأنه يعمل بلوك عمار للرجل اليسار حتى ما تغلق. نعم، لأن إيد اليمين داخل وإيد اليسار يعني نصها. علمونا إياها يا ثنتين داخل يا ثنتين برا. صحيح عمار. شوف 30 ثانية يبحث عن الآربار سينو وحسام. الآن مسك الآنبار سينو، مسك الآنبار. حسام يجب عليه أن يمسك إيديه الثنتين مع بعض حتى يكون هناك يعني 2 ضد 1. إيديه الثنتين تستطيع أن تحمي الإيد. 8 ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى. مفروض طبعا من اللاعب الطاجكستاني عمار يفرد ظهره طبعا لزيادة الضغط. نعم، يمد جسمه ويعمل لافرج لزيادة الضغط على ايد اللاعب حسام قشو. حلوة هذه من هذا طبعا الإعادة. طبعا شوف الإعادة سريعة كانت عمار في حلوة الجولة، جولة جميلة. نعم، يعني هذه المباريات تولع الجولات. يبدأ الآن الشوط الثاني من النزال بين حسام قاشو وسينو سفروف. من اللاعب سينو سفروف. يعني الجولة الثانية 3 دقائق، يعني ذهبت تقريبا دقيقة ونص، وكل السيطرة إلى سينو سفروف من الإسقاط أول 15 ثانية. سينو الآن حلوة حسام دائما استخدمها بالجولة الأولى، استخدم القفص حتى أنه يقلب ويذهب من الوضعية السيطرة الجانبية لخصمه سينو، ويحاول مرة أخرى، ولكن سينو أظن فهم الدرس يا حسام من الجولة الأولى. يعني سينو يجر بحسام إلى منطقة بعيدة عن القفص حتى لا يستطيع حسام أن يستخدم القفص لأي وسيلة يعني كعامل مساعد. يهرب حسام، وسينو مرة أخرى السيطرة الأرضية إلى سينو من بداية الجولة الثانية. نرى عمار بطء شوي في الجولة الثانية طبعا. حلو أحمد، يعني تحس لكن حركات فيها سلاسة عمار، يعني سلاسة. شوف أحمد يعني الأرضية مليئة بالرعاة. حلو، تحس إنها لوحة فنية.
صحيح عمار. الوان مختلفه، عندك الاحمر، الاصفر، الكحلي. والسيطره ما زالت في الجوله الثانيه لسينو سفروف. وضعية الماونت طبعا هذه وضعية طبعا تكون مؤثرة دائما على الخصم. وضعية سيئة، خنق من اللاعب سينو، وأظن أن ثواني تفصلنا ويستسلم حسام قاشو في الجولة الثانية بحركة الخنق. يفوز طبعا اللاعب سينو سافروف في هذه المباراة على اللاعب طبعا حسام قاشو. بعد 3 دقائق و23 ثانية من الجولة الثانية فاز بحركة الاستسلام عن طريق الخنقة الخلفية اللاعب سينو سفروف. جولات من الفنون القتالية المختلطة على الوزن الخفيف المتوسط 77 كيلو. بالركن الأزرق العمر 25 سنة، الطول 1.78 متر، الأسلوب رسلينج وبوكسينج، من تاجيكستان سينو سفروف. من الركن الأحمر العمر 28 سنة، الطول 1.80 متر، الأسلوب MMA، من الأردن حسام قاشوع. لحظات ويعطي حكمنا يزن غطاس بداية النزال بين سينو سفروف بالقفاز الأزرق وحسام قاشو بالقفاز الأحمر. أظن يا سينا يا حسام أن سينا راح يلعب على الأرض. سينو يلعب على الأرض صحيح، وخنقة الجلاتين مع حسام. حسام أغلق الجارد أو الهاف جارد يا حسام على خنقة الجلاتين. صحيح عمار، غير مؤثرة لما تكون من دون حركة إغلاق الجارد. نعم. ويقلب الطاولة على بعد ماسك حسام قاشو هاف جارد، وامسك ايدك الثانية يا حسام لا تتركها. لو لازم يبعد عن القفص. نعم، حتى يكون ان مجال لجسمه العلوي يمد جسمه احمد. صحيح عمار، تحتاج هي طبعا انك انت تمد رجولك اغلاق او سكر الجارد. نعم، لزيادة الضغط طبعا على العنق عمار، وإغلاق طبعا اغلاق مجرى الدم والتنفس. لكن اظن احمد اللاعب من اللاعب سينو سفروف. يعني الجولة الثانية 3 دقائق، يعني ذهبت تقريبا دقيقة ونص، وكل السيطرة إلى سينو سفروف من الإسقاط أول 15 ثانية. سينو الآن حلوة حسام دائما استخدمها،
بالجولة الأولى استخدم القفص حتى أنه يقلب ويذهب من الوضعية السيطرة الجانبية لخصمه سينو، ويحاول مرة أخرى، ولكن سينو أظن فهم الدرس يا حسام من الجولة الأولى. يعني سينو يجر بحسام إلى منطقة بعيدة عن القفص حتى لا يستطيع حسام أن يستخدم القفص لأي وسيلة يعني كعامل مساعد. يهرب حسام، وسينو مرة أخرى السيطرة الأرضية إلى سينو من بداية الجولة الثانية. نرى عمار بطء شوي في الجولة الثانية طبعا. حلو أحمد، يعني تحس لكن حركات فيها سلاسة عمار، يعني سلاسة. شوف أحمد يعني الأرضية مليئة بالرعاة. حلو، تحس إنها لوحة فنية بين سينو، يعني حسام بين أرضه وجمهوره بهذه الأجواء الجميلة، الأجواء المسائية الرائعة. أحمد، رياضة الفنون القتالية المختلطة يعني أخذت وزنها وأخذت حقها، يعني تشوف أن من الرياضات الآن الأسرع انتشارا في الوطن العربي. ساعدها يعني طبعا وجود منظمة كمنظمة ديزرت فورس كبيرة، ووجود قناة عالمية كقناة MBC وMBC أكشن. يعني الديزرت فورس أكشن على الMBC أكشن. حسام يا حسام، لكمات يا حسام، يعني الله حلوة لكمات. أيوة، ما قاعدين نلعب إحنا لعبة مصارعة أو جوجوتسو، لكمات MMA. صحيح عمار، فنون قتالية مختلطة يا حسام، من الاثنين استغلال طبعا الوضعية هذه لتوجيه لكمات ركلات طبعا. حلوة دفاع قشوع للتريانجل، كان جيد أحمد. حط ايده اليمين، كوع اليمين على فخذ اللاعب سينو. 53 ثانية. هذه فيها تريانجل إذا اكتملت، لكن حسام طبعا دفاعه جيد بأنه يعمل بلوك عمار للرجل اليسار حتى ما تغلق. نعم، لأن إيد اليمين داخل وإيد اليسار يعني نصها. علمونا إياها يا ثنتين داخل يا ثنتين برا. صحيح عمار. شوف 30 ثانية، يبحث عن الآربار سينو، وحسام الآن مسك الآربار. سينو مسك الآربار. حسام يجب عليه أن يمسك إيديه الثنتين مع بعض حتى يكون هناك يعني 2 ضد 1. إيديه الثنتين تستطيع أن تحمي الإيد. 8 ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى. مفروض طبعا من اللاعب الطاجكستاني عمار يفرد ظهره طبعا لزيادة الضغط، نعم، يمد جسمه ويعمل لافرج لزيادة الضغط على ايد اللاعب حسام قشو. حلوة هذه من هذا طبعا الإعادة. طبعا شوف الإعادة سريعة كانت عمار في حلوة الجولة، جولة جميلة. نعم، يعني هذه المباريات تولع الجولات. يبدأ الآن الشوط الثاني من النزال بين حسام قاشو وسينو سفروف.
الطاجكستاني يعني شغلتهم هذه احمد. عمار معروفين مصارعين ولاعبي سامبو ومصارعه وجودو، وحتشوف النين ذبالي يهرب اللاعب سينو سافاروف. حسام قاشو من خلقة الجلاتين. حسام الان يجب عليه انه يحاول انه ما يعني يخنق الفايت احمد، يقتل الفايت حتى يقلب. حسام يستخدم القفص، جميله من حسام، جميله القفص من حسام قاشو. يجب علينا ان نمسك الراس او حركة يسدد دفاع طبعا. هاف جارد. شوف احمد يعني وضع لاعب سينو سافاروف رجله من الهاف جارد. هذه طبعا عمار غير مؤثره لما تمسك من داخل طبعا. الان من يعني الخارج. حسام احمد يعني عنده مجال بالكوع اليمين صحيح انه يسدد لكمات وضربات بالكوع. نزال قوي من بدايتها، جولة حماسية. الآن حسام إيده اليسار يستخدم إيده اليسار لتثبيت وجه اللاعب سينو سافاروف. أيوة لكمات حسام، يذهب حسام مرة أخرى على خلقة الجلاتين، ولكن مشهورين اللاعبين أحمد من هذه المنطقة بالسوفلكس. دائما لاعبي المصارعه يستخدمون حركات السوبلكس طبعا في الاسقاط، لانها عمار تكون مؤثره دائما على الخصم. طبعا مطلوب من الكابتن حسام انه يسكر الهاف جارد او يروح للفول جارد. عمار ما فيها مقرتين. الماونت الان وضعيه سيئه لحسام قاشو، واذا اعطاه حلوه حسام قلب بدون ما يعطيه ظهره. حسام دقيقتين 3 دقائق مرت على الجولة الأولى، حلوة سجال بين حسام